عمرك سألت نفسك ليه بعد ما صرفت ألوفات على عربيتك وركبت فلتر رياضي وعلبة شكمان وسبويلر وظبطت الدنيا، بتيجي بعد كده تشد بالعربية تلاقي سحب العربية قل، حرفيا كأن العربية بتشدك لورا مش بتزقك لقدام. النهارده انا طالع اكشف لكم اكبر كذبة في عالم تعديل العربيات. هما كذا كذبة يعني، بس انا هقول لكم كل الحاجات السيئة اللي ممكن تعملها في عربيتك. حرفيا التعديلات دي هي تعديلات وهمية وبتدفع فيها فلوس على الفاضي، يعني بدل ما تزودك احصنة هي بتخنق الموتور وبتقلل اداء العربية، ده اذا الموتور اصلا ما باظش منك. فاستعدوا بقى لان الفيديو ده كويس جدا وهستفيدوا منه. اللي بيشوفنا لاول مره، انا محمد حمدي ودي مش مجرد قناه، احنا عيله بتحب العربيات والتعديلات. قبل ما نبدا الفيديو ادعمنا بلايك وصلي على النبي واشترك في القناه وخليك واحد من العيله وفعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول. ويلا بينا نبدا. تعالوا نبدأ بأول كدبة وأشهر كدبة في عالم تعديل العربيات، وهي تركيب فلتر رياضي. على فكرة أنا قلت في كذا فيديو قبل كده إن تركيب فلتر رياضي هي حاجة كويسة لعربيتك، بس أنا ما قلتش الكلام ده، بس في كلام تاني اتقال ومهم جدا. لأن دلوقتي في شباب كتير بتروح تركب فلتر هواء رياضي، حرفيا كل اللي بيعملوه إنهم بيفكوا علبة الهواء الستوك اللي بتبقى موجودة في العربية، طبعا بيشيلوها بالفلتر بتاعها وكل حاجة، وبيجيبوا فلتر الهواء اللي هو اسمه فلتر هواء رياضي وبيحطوه في الحوض جنب الموتور وجنب كل حاجه. تفتكر ايه اللي هيحصل لو عملنا كده؟ هندسيا الموتور ده عامل زي رئه الانسان، هو محتاج يتنفس هواء بارد، وطبعا كلنا عارفين ان الهواء البارد ده معناه ان كثافته بتكون اعلى، يعني في نسبه اكسجين اكتر، يعني كده الحرق هيكون احسن واقوى بكتير. شركات السيارات لما عملت علبه الفلتر الاصليه هي مصمماها عشان تسحب هواء بارد من بره العربيه من الشبكه الاماميه او قدام الرفرف. وطبعا لو اي حد فينا فتح كبوت العربيه هياخد باله ان الهواء اللي رايح للمحرك هو في الاصل جاي من قدام العربيه. فانت بقى لما بتشيل علبه الفلتر وتحط الفلتر الرياضي المكشوف ده جوه الحوض، انت كده خليت الموتور يسحب هواء سخن جدا. ما هو اصل الفلتر ده هيسحب هواء منين؟ ما هو اكيد هيسحب هواء من المكان اللي جاي منه، وده لان حوض المحرك بيكون سخن جدا بسبب ان الموتور بيسخن، وغير كمان ان الهواء اللي جاي من الراديتير بيكون سخن. انت لو بصيت على مروحه تبريد الراديتير هتلاقيها بتزق الهواء لجوه على الراديتير، بعد كده الهواء ده بيخرج ورا المحرك، يعني بيكون هواء سخن جدا، فكل الهواء السخن ده بيكون متجمع تحت الكبوت. انت بقى لما تجيب الفلتر ده وتحطه بالشكل ده انت بتدخل كل الهواء السخن ده للمحرك، فطبعا النتيجه بتكون ان هواء سخن معناها اكسجين اقل وحرق ضعيف وعزم العربيه بيقع في الارض، فانت كده حرفيا بتأذي العربيه. طب نعمل ايه بقى؟ ايه الحل؟ ما هو في ناس كتير، ياما ناس ركبت فلتر رياضي وبياخد اداء كويس. طيب عشان بقى تركب فلتر رياضي ويديك اداء جيد، اولا لازم تعزله عن حراره الموتور، اما بقى ان انت تعمل له بوكس جديد يكون كربون فايبر او ان انت تركب عزل، المهم ان انت تعزله. تاني حاجه ان انت تعمل له مسار يسحب هواء بارد من بره، يا اما بقى تعمل فتحه في الكبوت تدخل الهواء او تتصرف، لان غير كده انت بتدفع فلوس في الارض. حرفيا الموتور بتاعك مع الوقت اداؤه هيقل وهيبوظ. تعالوا بقى ندخل على الكدبه التانيه، وهي تركيب علبه شكمان رياضيه. تقول لي ايه يا هندسه ده احلى طرب ده؟ ما هو بص، انت مش تروح تشتري اي علبه ديفل او علبه شكمان صوتها عالي وتركبها في اخر العربيه وتبقى متخيل ان انت كده هتطلع احلى صوت وزودت العربيه مثلا 10 حصنه. بص خليني اجيب لك من الاخر، علبه الشكمان اللي بتتركب ورا دي هي بتشتغل كانها مكبر صوت بس مش اكتر. طب ليه بقى هي شغاله كمكبر صوت بس ومفيش اي تزويد في الاداء؟ طول ما انت سايب فرن الشكمان الاصلي بتاع المصنع وكمان سايب علبه البيئه ومواسير الشكمان الرفيعه زي ما هي، الموتور هو لسه مخنوق والعادم مش بيخرج بسرعه. طب عشان تزود الهورس باور بجد من تعديل الشكمان، يا ترى ايه الحاجه اللي ممكن تعملها وفعلا تفرق معاك؟ اولا كده انت لازم تغير السيستم كله، من اول الهيدرز اللي هي فرن الشكمان لحد فتحه الشكمان من ورا، كل ده هيتغير بمواسير اوسع عشان تسمح للعادم انه يخرج براحته، وده اللي بنعمله في التعديلات الصح. لو شفت كل فيديوهات التعديل اللي اتعملت على القناه هتلاقيها كلها كده. لكن انك تغير العلبه اللي ورا بس انت كده بتعمل ازعاج في الشارع، وبجد انا ما انصحش اي حد ان يركب علبه ديفل او حتى يركب علبه شكمان، الموضوع بجد مؤذي. وعلى فكره فرق الصوت بيكون باين جدا، الستريب بايب صوته بيكون مختلف تماما عن تركيب علبه شكمان. ولو انت بجد مركب ستريب بايب فانا ما عنديش مشكله اجي افضل قاعد جنب العربيه واسمع صوتها، بجد هي حاجه جامده جدا. ولكن علب الديفل او علب الشكمان بس صوتها مزعج. تعالوا بقى ندخل على الكدبه الثالثه، وبجد انا مش متخيل ان في حد ممكن يعمل كده. هو انت ممكن يعني تعمل الكدبه دي، بس ما انصحكش ان انت يعني تدفع فلوس زياده في حاجه زي كده. ثالث كدبه وهي البوجيهات الرياضيه اللي هي بيسموها الايريديوم او الليزر. الفكره كلها ان موتور العربيه بيكون ستوك عادي جدا مفيش فيه ولا مسمار متغير، فانت تروح تشتري طقم بوجيهات رياضي بيكون غالي جدا، بجد بيكون غالي. والمشكله بقى ان اللي بيبيع لك الطقم ده بيقول لك انه هيخلي الحرق عندك اقوى.
بص يا هندسه، خلينا نتكلم بالمنطق. البوجيه ده هو مجرد اداه بتطلع شراره بناء على الكهرباء اللي جايه من الموبينه. فانت لو موبينه عربيتك بتطلع 20000 فولت، وما تستغربش من رقم 20000 فولت، البوجيهات الرياضيه دي بقى هي مش هتخترع كهرباء من العدم. هو البوجيه الرياضي ده هيطلع نفس ال 20000 فولت. بس ميزه البوجيهات دي الوحيده ان عمرها الافتراضي بيكون اطول، وكمان بتتحمل حراره اعلى. طب ما كويس، انت بتدفع فلوس وبتاخد عمر افتراضي اعلى وبتتحمل حراره اعلى. ماشي، انا معاك فعلا ان هو عمره افتراضي اعلى، بس تعالى بقى نمسك في جزئيه بنتحمل حراره اعلى. احنا البوجيهات دي بنحتاجها لما بنكون مسقطين مواتير او مركبين تيربو او معدلين في الكهرباء، وده لان فعلا بعد التعديلات دي المحرك بيسخن جدا، وفعلا لازم تركب بوجيهات رياضيه عشان تتحمل الحراره العاليه دي. ولكن انك تركبها على عربيه عاديه حرفيا مش هتديك بربع جنيه حصان زياده، فانت وفر فلوسك وهات بوجيهات العربيه الاصليه. نيجي بقى للكذبة الرابعة، والحقيقة دي أنا مش بسمع عنها كتير في الوطن العربي، ولكن هي بره الوطن العربي في ناس كتير جدا بيستخدموها، وأكيد في ناس جربوا حاجة زي كده. الكذبة الرابعة وهي أجهزة تسريع الدواسة الإلكترونية، اللي هي دواسة البنزين يعني. الفكرة كلها إن أنت بتروح تشتري جهاز صغير بيركب في فيشة دواسة البنزين، والنتيجة إن أنت لما بتيجي تدوس على البنزين بتلاقي العربية حرفيا كأنها بتنط بيك، وتقول بس كده أنا كده زودت 20 حصان والعربية بقت أقوى. تعال بقى أقول لك الخدعة هنا في إيه. تعال نفترض إن أنت دلوقتي مركب دواسة البنزين الستوك عادي جدا، لما تيجي تدوس برجلك مثلا بنسبة 20% هتلاقي إن بوابة الهواء بتفتح بنسبة 20% فعلا. الجهاز ده بقى بيعمل إيه؟ الجهاز ده بيخدع كمبيوتر العربية. لما أنت بتدوس 20% هو بيبعت إشارة للكمبيوتر أكنك دايس 60%، فالبوابة بتفتح أسرع وأوسع. يعني إحساسك إن العربية بقت أسرع ده مجرد إحساس وهمي، لأن كل التغير بس إن البوابة فتحت بدري. لكن بقى هتيجي تبص لقوة حصانية وعزم، مفيش، زيرو. ما تنساش انت ممكن تعمل كده بنفسك، ان انت تدوس برجلك على دواسة البنزين بنسبة 60% بدل ما تروح تجيب كمبيوتر يحول لك ال 20% 60%. فبلاش تخلي حد يضحك عليك ويركب لك الحاجات دي. ندخل بقى على الكذبة اللي بعدها، ودي بجد هي جريمة في عالم تعديل السيارات. الكذبة الخامسة وهي قص السوسة الأصلية عشان توطي العربية. بجد حاجة سيئة جدا. الفكرة كلها ان انت بتلاقي شاب عايز يغير شكل العربية وتبقى رياضية ويوطيها مثلا، فيقوم رايح لعفشجي وقاصص عقلتين من السوسته بتاعت العربية الستوك. ده بجد يعني مش تعديل، دي جريمة. واكيد اي حد جرب حاجة زي كده هو فاهم انا بقول ايه. السوسته والمساعد الستوك بتوع العربية هم متصممين مع بعض بنسبة انضغاط معينة ومسافة حركة محسوبة. انت بقى لما تيجي تقص السوسته انت بتخلي المساعد ينزل للاخر ويخبط في نفسه مع كل مطب، وطبعا النتيجة انت كده مش بس بوظت السوسته، انت كمان هتبوظ المساعدين. حرفيا العربية بتبقى بتتنطط زي الكرة على الطريق، الثبات بتاع العربية بيضيع تماما. انت بجد لو عايز توطي عربيتك صح فانت هات طقم الصوت رياضي، ده لو انت عايز توفر. لكن بقى لو انت معاك ميزانية شوية ممكن تجيب كويل اوفر كامل متصمم لحاجة زي كده. وبرضه لو انت متابعني هتلاقي ان في كل الفيديوهات دايما المعدلين بيجيبوا كويل اوفر كامل متصمم عشان كده، ومعظم الكويل اوفرز المصممة عشان كده بيكون فيها كذا مستوى للتعلية، وده هيساعدك جدا ان انت تختار الارتفاع المناسب لعربيتك. ندخل بقى على الكذبة رقم 6 وهي تركيب سبويلر على العربية. وهنا انا بتكلم على سبويلر بجد، يعني انت متخيل انا بقول لك ان دي كذبة ان انت تحط سبويلر، فعلا سبويلر محترم على عربيتك. طيب ايه بقى الكذبة في كده؟ الكذبة في ان انت تحط السبويلر ده على عربية جر امامي. لو انت عايز تركب السبويلر ده على عربية دفع خلفي اعمل اللي انت عايزه، ده تمام جدا وانا اشجع اي حد يعمل كده. ولكن بقى ان انت تركب سبويلر على عربية جر امامي دي مشكلة، وتعالى اقول لك المشكلة في ايه. طبعا احنا كلنا بنحب شكل العربيات الرياضيه، فانت بتروح تركب سبويلر ورا بيكون كبير على عربيه مثلا زي لانسر او هيونداي، العربيه دي ماشيه بجر امامي. فكره السبويلر انه بيعمل قوه ضغط لتحت اللي بنسميها الداون فورس. طبعا هي بتركز اكتر على العجل الخلفي، وطبعا النتيجه انه بيثبت العربيه على السرعات العاليه والملفات. طيب دلوقتي انت عربيتك جر امامي، يعني العجل اللي بيسحب العربيه هو موجود قدام، والمفروض ان العجل اللي فعلا محتاج تماسك كويس هو العجل الامامي، لان هو ده العجل اللي بيحرك العربيه. فانت بقى لما تيجي تحط سبويلر على العربيه من ورا انت كده بترفع العجل لقدام، لان السبويلر ده بيعمل حمل ورا فهو بيرفع العجل لقدام. فالنتيجه طبعا ان العجل قدام لما بيترفع انت كده بتقلل التماسك، لان العجل قدام هو اللي بيشد العربيه بيحرك العربيه. ده غير كمان ان السبويلر ده بيعمل مقاومه للهواء، يعني بيتقل العربيه، فانت هتلاقي العربيه السحب بتاعها قل، وهتلاقي ان السرعه القصوى بتاعتها قلت. يعني انت كده ولا هتاخد سحب ولا تاخد سرعه، ده اصلا يعني لو كان العربيه فيها سحب وسرعه بجد. فلو انت فعلا عاوز تركب سبويلر يستحسن ان العربيه دي تكون دفع خلفي، لان كده السبويلر هيركز اكتر على العجل الخلفي، هيدفع العجل الخلفي ويخليه لازق في الارض حرفيا، فانت كده هتاخد ثبات عالي جدا.
اما بقى لو انت بجد عايز تركب سبويلر على عربيه جر امامي، فيستحسن ان السبويلر ده ما يكونش عالي، يعني السبويلر ده يكون واطي شويه، يعني في الشكل ده. بص يعني ده كده سبويلر عالي، ده كده سبويلر واطي، فانت يستحسن تخليه سبويلر واطي عشان ما يعملش دراج ويزود داون فورس على العجله اللي ورا، وبالتالي الدنيا يعني تبوظ منك. تعالى بقى ندخل على الكدبه السبعه، واللي يسمع الكدبه السبعه دي يعني هيروح يشتمني في حته الشكمان والحاجات دي. الكدبه السبعه هي توسيع مواسير الشكمان بزياده، يعني خد كلمه زياده دي عشان دي مهمه جدا. توسيع مواسير الشكمان بزياده، عاوز توسع مواسير الشكمان وسعها تبقى زي الفل، بس ما تعملهاش بزياده. ليه بقى؟ لو انت مثلا معاك عربيه تنفس طبيعي 1600 سي سي وتروح تركب مواسير شكمان مثلا 3 بوصه عشان الصوت يبقى جامد جدا، هو فعلا الصوت هيبقى جامد والسحب يبقى كويس. بص هو هندسيا الموضوع ده هيدمر العربيه في السرعات الواطيه. الفكره كلها ان الموتور عشان يخرج العادم هو محتاج يعمل حاجه اسمها سرعه خروج الغازات. بص عشان اشرح لك الموضوع ده وتفهمه بجد، فزي ما قلت لك قبل كده موتور العربيه هو عامل زي رئه الانسان. فلو انت مثلا يعني تعالى مثلا نعمل الموضوع ده علينا احنا ونشوف هل فعلا لو زودنا يعني مثلا قطر الشكمان هل هنتنفس بصعوبه ولا لا. الشكمان ده بقى بالنسبه لنا هيكون مثلا عباره عن شفاطه. مثلا لو انت جبت شفاطه ضيقه وجربت تنفخ فيها، يعني مثلا عملت شهيق وبعد كده عملت زفير، هتلاقي الموضوع صعب جدا، انت بتطلع الهواء بصعوبه. بس لو خليتها مثلا كبيره شويه هتلاقي ان انت بتطلع الهواء يعني باريحيه. طب لو كبرتها قوي وجيت تطلع الهواء هتحس ان الهواء يعني انت بتخرجه وانت مش مرتاح. فهو الموتور عامل نفس الكلام كده، يعني هي نفس الفكره كلها بيكون في دوامات الهواء اللي خارجه من الشكمان ده في العربيه يعني. فانت بقى لما بتكبر الماسوره دي قوي سرعه العادم بتقل، وده بقى بيخلي الموتور يتخنق بجد، بيخلي الموتور يتخنق. زي ما انت برضو لما بتيجي تطلع الهواء في ماسوره مثلا كبيره بتحس بخنقه كده يعني وانت بتطلع الهواء ده. فطبعا بقى نتيجه لكل ده ان عزم العربيه هيقل على الار بي ام الواطي. ليه بقى الار بي ام الواطي بالذات؟ لان انت اصلا على الار بي ام الواطي الموتور مش بيطلع غازات كتير، فبالتالي سرعه الغازات جوه الشكمان هتكون بطيئه. لكن على الار بي ام العالي هي هتكون سريعه شويه. بس في المجمل الموضوع ده غلط. الشكمان الواسع بزياده مش بيشتغل صح غير على المواتير الكبيره اللي بتكون معديه 3000 سي سي او المواتير اللي على تربو كبير. بس برضو مش موتور 1600، يعني موتور 2000 سي سي تربو ده كويس جدا، بس برضو ما توسعليش الشكمان قوي عشان ما تبوظش الدنيا، انا بنصحك بس. نيجي بقى على الكدبه الثامنه، ودي يعني بص هو لو حد بعلك الحاجه اللي انا هقولها دي هو بجد بيستخف بعقلك. اوعى تعمل كده. هي يعني الحاجه دي ممكن ما تكونش غاليه، بس قبل ما اقول لك اسمها انت تشتري لمبه ليد صغيره بالثمن ده كله. الكدبه الثامنه بقى هي ان انت تروح تشتري شريحه كده بتزود اداء العربيه. مش هقول اي اسماء، يعني تلاقي شريحه كده بتزود اداء العربيه وبتركب في مخرج الاو بي دي بتاع العربيه اللي هو اللي بيتركب فيه جهاز كشف الاعطال. الفكره بقى ان انت بتروح تشتريها وبتركبها، هي اصلا بيكون مكتوب عليها ان هي بتزود مثلا 15% من القوه الحصانيه وبتوفر البنزين. انت بقى لما بتركبها بتلاقي مثلا نورة ازرق او احمر ايا كان. انا مش عايز اصدمكم بس الشريحه دي هي من جوه عباره عن قطعه بلاستيك فاضيه ومتركب فيها من بره لمبه ليد بتنور بس. ما هو بالعقل كده يعني مستحيل شريحه مجرد شريحه تتركب في فيش كشف الاعطال تقدر تعدل لك في خريطه البنزين او الهواء اللي موجوده جوه العربيه. يا جماعه الموضوع ده بجد مستحيل. انت اصلا عشان تعمل كده انت بتحتاج سوفت وير متخصص زي الوينولز مثلا او اي سي ام تايتانيوم او ايا كان ايه هو. بتحتاج ان انت اساسا تسحب الكود بتاع العربيه، هو بيطلع كده ملف دوت بي اي ان. بصوا انا هشرح لكم الموضوع ده قدام عشان بجد الموضوع ده جامد جدا. بس عامه يعني الفيشه دي مستحيل تعرف تعمل الكلام ده. الكلام ده بيحتاج مهندس بجد كده يقعد قدام لابتوب مكتوب فيه ارقام كتير، يقعد بقى يعدل في الارقام دي وبعنايه. وطبعا يعني كل موتور بيكون مختلف عن التاني، فاكيد مش حته بلاستيكيه زي دي بتنور وبتطفي كده هتزود لك اداء العربيه، مستحيل. وهي على فكره انا حاليا بتعلم تعديل العربيات ككودينج، فهو بجد الموضوع صعب. هو الموضوع لو سهل كنت انا رحت اشتريت الشريحه دي واشتغلت بيها اكيد يعني، بس لا الموضوع اصعب من كده بكتير. نيجي بقى للكدبة التاسعة، الكدبة اللي قبل الأخيرة، وأعتقد إن الكدبة دي ممكن نختلف فيها مع بعض، فأنا عايزكم بقى تناقشوني في الكومنتس عن الموضوع ده. الكدبة التاسعة وهي علب الأوكتان. يبقى مثلا واحد معاه عربية هي معمولة عشان تمشي على بنزين 92، فيقوم حاطط بنزين 92 وجايب علبة أوكتان مثلا يبقى مكتوب عليها مثلا أوكتان بوستر أو أي حاجة، وياخدها يحطها في التانك، وهو بقى متخيل إن كده البنزين هيبقى مثلا 100 والعربية بتطير. أولا أغلب العلب دي بترفع الأوكتان بنسبة عشرية جدا،
جدا. يعني مثلا لو العربيه بتاخد 92 فكده انت هتخلي الاوكتان 92.2. ثانيا لو عربيتك متبرمجه على بنزين 92 وحطيت لها بنزين مثلا 95 او 98، العربيه مش هتديك قوه حصانيه زياده، هي ممكن تحس ان هي ازدادت، وده هيكون احساس، مجرد احساس بس. ليه بقى؟ لان الفكره كلها ان انت كل ما تزود الاوكتان انت كده بتمنع حاجه اسمها النوكينج، اللي هي ظاهره التسقيف، يعني ان الموتور يسقف بس، ولكن مفيش حصان واحد زياده هيزيد الا بقى لو انت عدلت السوفت وير وقدمت توقيت الاشعال شويه، ساعتها انت فعلا هتستفيد جامد كمان، وقدام هنعرف ليه انت فعلا هتستفيد. نيجي بقى للكدبه العاشره والاخيره، ودي برضو اعتقد ان احنا ممكن نختلف فيها شويه، وهي طنابير الفرامل الرياضيه بالذات المخرمه، بس لما تركبها على عربيه هي عربيه استخدام يومي. الفكره كلها ان انت بتروح تشتري طنابير مخرمه رخيصه عشان شكلها رياضي وجامد، وهي محطوطه ورا الجنط كده. يعني على فكره اي حد بيبص على العربيه لو الجنط جامد اول حاجه عينك بتشوفها هي الجنط، بعد كده بقى لو فعلا حاطط طنابير جامده بتبان بقى، تلاقي كده الطنبوره ورا الجنط ايه كبيره. بس في حاجه مهمه لازم نقولها، اولا لازم تعرف ان التخريم اللي بيكون في الطنبوره ده بيقلل مساحه سطح الطنبوره اللي التيل بيمسك فيها، يعني انت كده قللت قوه الفرامل الفعليه. ثانيا التخريم ده معمول لعربيات السباق، وده عشان يساعد ان الطنبوره تبرد بسرعه من الحراره، لان في السباقات الفرامل بتسخن، بتبقى حرارتها عاليه جدا على التراك. لكن طبعا في الاستخدام اليومي بتاعنا مستحيل الطنابير دي تسخن بالشكل ده ابدا، الا بقى لو انت كنت واحد متهور وبتمشي بسرعات عاليه وتيجي فجاه تلاقي نفسك هتلبس مطب، تقوم دايس جامد على الفرامل هتلاقي الفرامل نورت. لكن طبعا المهم ان الطنابير دي تكون من شركه معروفه، وده لان الطنابير الرخيصه لما بتسخن بتتشرخ بسرعه جدا، وبالذات من عند الاخرام دي. والمشكله بقى ان اكتر وقت بتتكسر فيه هي وانت مفرمل. فنصيحه مني لو هتجيب طنبوره فانت هات الطنبوره الساده او الطنبوره المشرشره، يعني شراشير كده من بره بس، دي بجد بتبقى محترمه جدا واحسن مليون مره للعربيات المتعدله وكمان العربيات الاستخدام اليومي، وده لو انت عاوز تحسن من اداء الفرامل شويه. طب ايه بقى خلاصه الكلام ده كله؟ وبجد الكلام اللي انا هقوله ده مهم جدا. التعديل هو مش بس مجرد ان انت تجيب حاجات هي تحت مسمى تعديلات وتركبها في عربيتك. لو عاوز تعدل عربيتك وتدي اداء بجد، اول حاجه تبدا بيها وهي ستيج 1. طبعا هتقول لي يا باشمهندس ما الناس كلها بتقول ستيج 1 ستيج 1، يعني ايه ستيج 1؟ ستيج 1 بقى معناه ايه؟ هو ان انت تعدل في السوفت وير بتاع العربيه، ان انت تعمل ريماب. ريماب دي ان انت بتعدل على المابات بتاعه السوفت وير، اللي هو البنزين والاشعال والتربو، ولو انت يعني كان عندك تربو والهواء وكذا حاجه. وبرده ان انت تعمل صيانه للعربيه بتاعتك دايما. بجد موضوع الصيانه ده حاجه مهمه جدا، سواء لو كانت عربيتك لسه جديده اهتم ان انت تعملها صيانه، ولو عربيتك كانت قديمه اهتم بقى ان انت تعملها صيانه وما تعدلش. هتلاقي ان عربيتك بتديك اداء جامد جدا. فانت حاول ان انت تصرف فلوسك في المكان الصح، وما تعملش حاجه غير لما ترجع وتستشير لحد فاهم في الكلام ده. قولوا لي بقى في الكومنتات ايه اكتر تعديل دفعته فيه فلوس واكتشفته في الاخر انه مقلب وما جابش نتيجه. حتى لو انت ما عملتش الكلام ده جد، قول لي اكتر تعديل شايف ان هو فعلا يعني حاجه سيئه جدا ما ينفعش حد يعملها، وانا هقرا كل كومنتاتكم وهرد عليها. وفي النهايه لو عجبكم النوع ده من الفيديوهات وحابين نكمل في السلسله دي ونتكلم اكتر عن العربيات، ازاي تحسن عربيتك، ازاي تعدل عربيتك صح، شرح التعديلات بجد زي ما قلت لكم. فما تنسوش تدعمونا بلايك وشير لفيديو مع صاحبك اللي عمل مصيبه من ال10 مصايب اللي احنا قلناهم دول. ولو ما شفتش الفيديوهات دي فشوفها عشان هتعجبك جدا. كان معاكم محمد حمدي، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.